سلام. سميتي سهام، واليوم جيت نحكي لكم قصتي وسبب تلاقي اللي الكل جاه غريب. كبرت في عائلة اللي عادية جدا. الأب ديالي كان سكري والأم ديالي ربة بيت. كنت أنا صغيرة في خوتي. عشت واحد الطفولة اللي مستقرة الحمد لله. قريت، خديت الإجازة ديالي وتوظفت في التعليم ولله الحمد. وأخيرا رجع عندي واحد الصالير اللي نقدر نعاون به والديا، خصوصا ان خوتي اللي كبر مني كتزوجوا كل واحد كون حياته، فبقيت عايشه مع دارنا. المهم كنت كل مره كنبدل حاجه في الدار، مره كنبدل بيت النحاس، مره كنصايب كوزينه، مره كنصايب بلاكارات، حتى النهار اللي قررت انني نبدل الصالون كامل ونفرشو على ذوق الام ديالي باش نفرحها، لانه كان قديم بزاف من نهار حليت عينيا وهو عندنا. راكم عارفين الأجر ديال العسكري بحال كان قادنا في قرايتنا ومصاريفنا. المهم بغيت نفرح الأم ديالي، فمشينا عند واحد النجار اللي اختارينا الموديل اللي عجبنا وتفاهمنا معاه على الثمن. خليتلو نمرتي باش من يوجد العود ديال الصالون يعيط لي. المهم السيد ما حيدش عينيه عليا. انا كان في عمري 27 عام وهو كانت عنده 33 عام. لغت ليه حتى كنتفاجئ انه صيفط لي مساج، فقال لي السلام كي دايره. جاوبته وهنا قال لي انه غادي يجيني من الاخر، قال لي انني عجبته وانه باغي المعقول. فجاوبته قلت له اسمح لي، انت ما كتعرفنيش وانا ما كنعرفكش وما عارف عليا والو، فكيفاش كتقول لي باغي المعقول؟ فقال لي انا عجبتيني من الشوفه الاولى. المهم خلينا نتعرفوا غير في الدال، وإلا تفاهمنا انا مستعد نجي لدارنا ونجي نخطب. فما كان عندي حتى شي مشكل. كان كيبان واحد الولد اللي ولد الناس وظريف، فعطيته فرصه. المهم بقينا كنهضروا وكنتعارفوا حتى نهار اللي وجد الصالون، ومشيت انا والام ديالي. وهنا هضر معاها وقال لها انه باغي يجي يخطبني. فجاب دارهم وجاو خطبوني وتيسرت الامور، وموراها بشهر درنا العقد. فبقيت كنخرج معاه. هنا بديت كنكتشف لي ان السيد ما مهليش فراسو، لباسو مخربق، ما كيديرش لي بارفان، سنيه صفرين. ولكن كنت كنميك وكنقول معنيش السيد ولد الناس، فمن غنتزوجو انا غادي نغيره، غادي نبقى نختار له حويجات اللي يلبس، غادي نبقى نتهلا فيه، وكل شيء غادي يتبدل مع الوقت. المهم درنا العرس ومشيت لداري، وهنا بديت كنكتشف فيه واحد الانسان اللي معفون بزاف لاقصى درجه. تخيلوا انه كيدخل من الخدمه كيحيد صباطو وكيمشي نيشان للفراش، والريحه كتشميها من راس الدرب. كياكل ما كيغسلش سنيه، ما كيديرش ستيك، خصوصا اننا تزوجنا في الصيف وراكم عارفين ريحه العرق، فريحه سبيطانو كانت كتعطعط. في الاول ما كنتش كنقدر نواجهه، فكنت كنحاول نوصلها له غير بلا ديريكت. كنت مثلا كناخذ له ستيك فكنقول له شوف هذه غير دوش ديرها، فكان كيقول لي واش وليت مرا. شوفوا على فكره كانت عنده بان غير النساء اللي كيديروا لي بارفان وكيديروا لي ستيك على اساس ان الراجل ما كيعرقش. فكانت كتبقى محطوطه تما كيما خديتها. كناخذ له بارفان والو ما كيديروش. مين كيدخل مثلا كنقول له شوف راه الماء سخون وراه الصابون، غسل رجليك مزيان وعاد توضى، ولكن هو غير كان كيتوضا يعني عادي بلا ما يدير لا صابون لا والو، خصوصا ان ريحه رجليه راه كان خاصها جافيل ماشي غير صابون باش تنقى. المهم الريحه كتعطط والسيد كيمشي نيشان للفراش. عرفتوا الريحه كتبقى لاصقه في الكوفرولي وانا كنت تخنق، وكنت كنحاول نوصل له كيفاش انني كنتهلا في راسي. مثلا كيشوفني غير ناكل كنمشي نيشان نغسل سناني، كيشوفني ديما مدوشه ديما الروايح ديما مهليه في راسي، ولكن السيد ما جايب خبر لهاد الدنيا. تخيلوا انه من ياكل كيمسح في اي حاجه حداه، بالرغم انني حاطه بابي وحطها كسربيته، ولكن مرون وما منظمش.
الا دوش يقدر يرد غير الكسوه اللي كان لابس، واخا انا كنحط له كسوه نقيه. المهم انا كنحاول انني ننظم السيد، ولكن هو كل شيء كيحطمه. فبقيت صابره على داك الوسخ والعفن حتى داز الشهر الاول. من بعد بقيت كنتهرب به، ما بقيتش كنقدر نعس في بيت النعاس، فبقيت كنعس في بيت الجلاس حدا التلفازه غير باش نهرب منه ومن ديك الريحه. ما بقيتش حامله يحط عليا يدو. فكان كل مره كيحاول يعرف ماني، علاش بدات، علاش كنتهرب منه، حتى وصلت بيا العدم. وهنا قررت انني نصارحه، فقلت له انا ما بقيتش مستحمله هاد الحاله وهاد العفن اللي انت عايش فيه، خاصك تنقي راسك. المهم السيد كيشد معايا الخط يومين وكيولي العوايد شهر. الحاصل السيد صافي ولف ديك العيشه وداك العفن. انا ما غاديش نقدر نغير واحد الشخص اللي عنده 33 عام، يعني 33 عام وهو عايش في ديك الحاله، فكيفاش انني غادي نجي انا في شهر وغادي نغيره؟ حاولت معاه بجميع الطرق وبشتى المحاولات، ولكن بدون فائده. حتى داز عام على ديك الحاله، وفي التالي قررت انني نطلق راسي. دارنا في الاول ما تقبلوش هادشي، فقالوا لي هذا ماشي سبب انك تطلقي عليه وهادشي ما يمكنش. ولكن راه انا اللي كنت معذبه في ديك الحاله. بزاف منكم اللي غادي تجيهم غريبه، ولكن عرفتوا يا خوتي العفن راه ما كيقدر يتقبلوه حتى شي واحد. فعييت صابره وفي التالي طلبت الطلاق. السيد حاولت معاه بكاع الطرق، ولكن هو ما دار حتى شي محاوله باش انه يغير من نفسه، وهذا هو سبب طلاقي. عجبتكم القصه ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش هكا يبقى يوصلكم اي جديد ديالي، وخليتكم في امان الله حتى لشي قصه اخرى.